السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم في فيديو النهاردة عن توقعات برج الحمل للأسبوع الرابع من شهر ديسمبر. يا برج الحمل، برج الحمل هنفتح على طاقتك للأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، وهنفتح على طاقة الحبيب الشريك. هنشوف طاقة تفكيره تجاهك ازاي، بيفكر فيك ازاي، وايه طبعا خطواته. برج الحمل طبعا دي طاقة عامة، يعني خد الجزء بس اللي ينطبق عليك من القراءة. ممكن جزء بس ينطبق عليك، وممكن كمان القراءة تكون عكسية. لو القراءة كلها انطبقت سيب لي ده في كومنت. برج الحمل دي مجرد توقعات، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. انتظروني كمان الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، هنتكلم على توقعات سنة 24 لجميع الأبراج. طاقة برج الحمل الناري. برج الحمل، برج الحمل أنا شايفة إن أنت يعني في شيء مسبب لك ألم ومنتظر توضيح. يعني أنا شايفة إن أنت مستني توضيح في أمر. آه يعني كأنك في حاجة أنت محتار فيها ومستني توضيح. يعني ممكن يكون أنت في حاجة عايز تتأكد منها. يعني أنا شايفة من الواضح كده إن أنت في أمر محتار فيه، وفي نفس الوقت برضو أنت عايز تتأكد منها. ممكن الأمر ده يكون متعلق بطرف ثالث، يعني ممكن يكون أنت عايز تتأكد إن الشخص ده اللي في طاقة تفكيرك في معاه طرف ثالث ولا لأ. أو ممكن عايز تعرف الشخص ده نوايا إيه اتجاهك، أو الشخص ده بيحبك أو لأ. فشايفة إن أنا يعني طاقتك كده كأنك محتار وبتستنتج بقى، بتربط الأحداث ببعض، في حاجات كده بتقوم بيها علشان تشوف ردود أفعال. برج الحمل أنا شايفة فيه وضع عندك معلق. ممكن الوضع المعلق ده فيه يعني حاجة متعلقة بأزمة مادية، أو أنت كنت مستني حاجة وما حصلتش معاك، أو مستني مبلغ والمبلغ ده ما جاش. بس أنا شايفة فيه مساعدة حد ليك يا برج الحمل. يعني شايفة في حد هيساعدك أو هيدعمك في شيء، الحد ده مقرب منك. وممكن كمان يكون برج ترابي، يعني يا جدي يا سوري يا عذراء. برج الحمل طالع لي فيه عندك بدايات، الصن الشمس، في عندك ولادة شيء جديد. ممكن ولادة شيء جديد، بس أنا شايفة إن الشيء يعني الحاجة دي فيها سعادة، فيها رخاء، فيها أفراح يعني كويسة بالنسبة لك. بس الولادة الشيء الجديد دي بعد معافرة منك، يعني كأن في شيء عندك هيتولد جديد بعد بذل مجهود منك. برج الحمل كده من الواضح أنا شايفة إن أنت بتراقب حد. ممكن الحد ده يا برج ناري زيك، أسد قوس حمل، أو ممكن برج هوائي، يعني يا جوزاء أو دلو أو ميزان. طيب برج الحمل، برج الحمل طبعا انا شايفه ان انت بتبص على الماضي طول الوقت. طول الوقت انت باصص على الماضي، وكأن الماضي لسه مسبب لك ألم، مسبب لك تعب. في نفس الوقت برضو انت يعني حاسه كده ان برج الحمل مش مبسوط في العمل اللي هو فيه في الوقت الحالي. ممكن في العمل عندك او في الشغل عندك في الوقت الحالي يا برج الحمل، انا شايفه ان انت في حاجات هتتاكد منها من خلال اشخاص. يعني ممكن يكون انت حاسس كده ان الشخص ده ما بيحبكش، بس انت مش متاكد، مفيش تصرف هو قام بيه انت شايف يعني ان الشخص ده ما بيحبكش. لا، انا شايفه في مواقف في شهر ديسمبر هتخليك تتاكد فعلا مين صادق النوايا اتجاهك او لا. يعني انا شايفه ان انت في شيء هتتاكد منه، كأن فعلا في اقنعه هتتشال يا برج الحمل. ومش في العمل بس، يعني انا شايفه ان مش في العمل بس، شايفه كمان ان انت هتتعرف على وجوه حقيقيه. يعني ايه؟ يعني كل واحد لابس ماسك، انت هتتاكد من حقيقه الشخص ده. برج الحمل طالع لي فيه عندك استقرار او علاقه فيها استقرار، او زواج او ترسيم، ممكن مع برج مائي. يعني ممكن يكون حوت او عقرب او سرطان، او ممكن في بدايه جديده ما بينك وما بين برج مائي. طيب ممكن تقولوا لي، طيب يعني هل احنا لو في علاقة جديدة مثلا بقالها شهور، او ممكن العلاقة دي لسه بادئة من فترة قريبة، هل العلاقة دي هتتحول لترسيم؟ انا طالع لي ان في عندك استقرار، في عندك ترسيم، وممكن يكون رجوع وتصالح للبعض لو انت بتتعامل مع حوت او عقرب او سرطان، وبالتحديد كمان لو عقرب، وبالتحديد كمان لو عقرب. لكن في عندك شيء متعلق بعدالة يا برج الحمل، وفي عندك امر متعلق ببلوكات. يعني ممكن لو في بلوك هيتفتح انت هتستغرب، لان انا شايفه ان ممكن في شيء متعلق ببلوك هيخليك تستغرب، طب الشخص ده فتح البلوك ليه؟ طيب هو عمل ليه كده؟
فانا شايفه ان انت هتبقى في حيره، يعني هتسال نفسك كذا سؤال: الشخص ده فتح البلوك ليه؟ او الشخص ده رجع ليه بيعمل لي حاجه عن طريق السوشيال ميديا؟ يعني ممكن انت قطعت علاقه مع شخص مثلا من فتره طويله، تمام؟ ممكن هتلاقي الشخص ده بيحاول يتسرسب تاني كده لحياتك. يعني ايه؟ يعني ممكن تحس ان الشخص ده بيعمل لك اعجاب، او ممكن بيعمل اي رياكت مثلا على بوست انت بتنزله او حاجه، او ممكن بيخش يراقب استوريهاتك، فانت هتستغرب. وممكن كمان يفتح بلوك. فانا شايفه ان الشخص ده عايز يتسرسب تاني لحياه الحمل، وخاصة كمان لو برج هوائي، يعني دلو أو جوزاء أو ميزان. زي ما بقولك، في أمر متعلق بعدالة عندك، في مواجهة، أو ممكن في أمر في تفاوض أو تصفيات حسابات ما بينك وما بين حد، وشايفة في حق راجع لك يا برج الحمل. يعني في حق، ممكن حد ممكن يكون ظلمك، أو أنت اكتشفت كده من بعيد لبعيد إن الحد ده متلاعب، مش صادق، او الشخص ده كان بيرتب لك مثلا حاجات سيئة او حاجات سلبية وانت ما كنتش متأكد. لكن انا شايفة ان انت هتتأكد، وهيبقى في عندك مواجهة، وفي نفس الوقت هتثبت حق ليك وهتاخد حقك من الشخص ده يا برج الحمل. برج الحمل كمان انا شايفة ان انت عايز تكشف حد على حقيقته. يعني ممكن يكون الحد ده انت عارف ان الشخص ده مش كويس، وعارف ان الشخص دوت بيعمل مشاكل، وعارف ان الشخص ده مؤذي، فانت عايز تثبت للناس حقيقة الشخص ده. فانا شايفة بواسطة حد، يعني كأن في حد هيساعدك في الامر ده، وهتبين شخص على حقيقته، هتبين حد على حقيقته قدام الناس. ممكن الناس مخدوعة فيه، فانا شايفة ان انت في شخص هيساعدك في ده، وهتبين حقيقة حد، وكأنك هترفع سيفك في وجهه او في وشه يا برج الحمل. يعني هتقول له انا اللي انتصرت في الاخر، انا برضو بينت حقيقتك. برج الحمل ممكن البعض منكم كمان يكون في علاقة سرية. اوكي، العلاقة السرية دي ممكن بسبب طرف ثالث، يعني ممكن تكون انت مع طرف في الوقت الحالي والطرف ده مع طرف ثالث، او ممكن العكس. فانا شايفة ان العلاقة السرية دي ممكن في بعض الامور توضح فيها يا برج الحمل، او ممكن هيبقى في كشف لبعض الامور. يعني في حاجات هتوضح، في حاجات هتوضح. ممكن العلاقة فيها طرف ثالث، او ممكن علاقة سرية. وخاصة لو انت ممكن بتتعامل اوكي مع الحوت، في امور هتوضح ما بينك وما بين الحوت، او ممكن العذراء، او ممكن العذراء يا برج الحمل. في حاجات هتطلع للسطح، او بمعنى اصح ممكن في حاجة هتنكشف. برج الحمل في امر متعلق بسفر عندك، بس انا شايفة ان انت لسه عايز تاخد القرار. يعني ممكن يكون في سفر او عرض سفر، اوكي، لكن انت لسه عايز تاخد القرار. او ممكن يكون يعني امورك المادية مش اوكي، او ممكن انت في بعض العراقيل عندك من ناحية السفر، يعني انت حاسس ان الموضوع ده هيأخر لك حاجة. فانا شايفة ان انت لسه محتار في قرار متعلق بسفر، بس اوريدي في عندك سفر يا برج الحمل. هو السفر ده ممكن كمان يكون داخلي، وممكن يكون خارجي، لكن مش سفر لعمل. لا، يعني ممكن انت مسافر لحد، او ممكن مسافر رحلة او استجمام، لكن انا مش شايفة ان السفر ممكن يكون متعلق بعمل او شغل. يعني برج الحمل انت مستني مبلغ، والمبلغ دوت اتأخر، ممكن يكون المبلغ اتأخر. لكن من الواضح كده ان انت ممكن تطلب سلفة او حاجه زي كده من العمل، او ممكن من حد، لان انا شايفه في حد هيديك مبلغ، بس المبلغ ده يعني كاني المفروض انت هترجعه تاني. فانا شايفه ان في حد هيساعدك بحاجه متعلقه بماديات، بس الحاجه دي يعني انت اوريدي هترجعها تاني، او المفروض ان انت هتعوض الشخص ده بحاجه تانية. برج الحمل ممكن البعض منكم كمان يكون في توتر شويه ما بينه وما بين الشريك. في يعني شايفة علاقة ما بينك وما بين الشريك، ممكن يعني تكون العلاقة اون اوف، او ممكن بسبب الابناء، او بسبب ولاد. يعني شايفة في توتر، ممكن انت عايز تثبت ان انت الصح، وهو عايز برضو يثبت ان هو اللي صح. لكن انا عايزة اقولك على حاجة، في اثبات لامر يا برج الحمل، في شيء انت عايز تثبته للشريك، ومن الواضح كده ان الشريك مش قادر يتقبل ده، او ممكن هو مش عارف، مش عايز يعترف بخطأه بمعنى اصح، او مش عارف، او يعني انت عايز تثبت له ان هو ممكن مش مسؤول في شيء، او اخطأ في حقك في شيء، او قصر في شيء، فهو مش راضي يعترف بده.
لكن في امر انت هتقوم بيه يا برج الحمل هتخلي ان الشريك هيندم. يعني مش هيندم ان هو هيبين لك ندمه، هيتراجع عن قرار. هيتراجع عن قرار، وخاصة لو القرار ده كمان انت عايز تثبت له مثلا ان هو مش مهتم بيك، او ان هو مش مديك الثقة. شايفة علاقة اون اوف ما بينك وما بين الشريك، لكن انا شايفة ان انت هتقوم بامر هتثبت له اثبات هتخليه يتراجع عن قرار، او في حاجة معينة هيغير اسلوبه او طريقته في التعامل. برج الحمل، طالع لي ان انت عايز تثبت للجوزاء ان انت شخص جذاب او شخص مثالي. لو انت مبتعد عن الجوزاء فانت دلوقتي عايز تظهر للجوزاء ان انت عايش حياتك وامورك اوكي تمام جدا، وان انت شخص جذاب مهتم بنفسك، عامل نيلوك، مهتم بستايلك، الكلام ده كله، وان هو مش فارق معاك. عايزه اقول لك ان في اتصال او مسج، طبعا الايت اوف وند في شيء هيجي لك من الجوزاء او ممكن من برج هوائي. طيب يا ترى الاتصال دوت هو الشخص ده هيتصل بيك، يعني هو شايف ان انت خلاص شخص مسيطر وشخص شايف حياتك، خلاص عايش حياتك بمعنى اصح. طيب هو هيتواصل معاك ليه؟ شايفه ان هو هيطلب مساعدتك في شيء، يعني من الواضح كده ان الجوزاء هيطلب مساعدتك في شيء. طيب هل لو العلاقه دي انتم منفصلين هو عايز يرجع؟ هو عايز يرجع بس مش هيبين لك دايركت ان هو عايز يرجع. الجوزاء يعني هيتعامل بمكر شويه، هيطلب مساعدتك او استشارتك في شيء علشان خاطر يبقى في تواصل او كلام او العلاقه دي ترجع تاني، ويشوف طاقة تفكيرك انت اتجاهه ايه. هل فعلا انت خلاص شفت حياتك، بدأت حياة جديدة، ولا هتديله اهتمام؟ لان انا شايفة في اتصال، في مسج، في كلام، كأنه عايز يختبرك في شيء يا برج الحمل. برج الحمل في خلاف ما بينك وما بين حد مقرب منك. شايفة ان في شخص ندمان عايز يبين لك ندم، بس شخص مقرب، ممكن يكون حد من الاهل. الشخص دوت ممكن يكون برج ترابي، يعني يا جاد يا سوري عذراء. شايفة ان ممكن يبقى في عتاب ما بينك وما بين الشخص دوت، بس للأسف الشخص ده أذاك جدا. يعني ممكن كمان يكون يعني الايت اوف سورد هو حطك في مشكلة وسابك، وممكن يكون حطك في وضع او في أزمة وسابك، او ممكن يكون شوه صورتك او اتكلم عليك. فانا شايفه ان الشخص ده عايز يصلح لك معلومات، يعني ممكن يقول لك لا انا ما كنتش اقصد، ده فلان هو اللي عمل كذا. فانا شايفه فيه ممكن عتاب ما بينك وما بين الشخص ده، هو عايز يرجع لك تاني بس انت مش قابل، او انت مش هتقبل يا برج الحمل، او بمعنى اصح انت مش هتصفاله من جوه. برج الحمل طبعا ايه علاقتك بالسرطان يا برج الحمل؟ ايه علاقتك بالسرطان؟ ممكن يكون البعض منكم كمان بيتعامل مع حد خارج البلاد، او ممكن في اختلاف في الجنسيات ما بينك وما بين الشخص ده. بس من الواضح كده لو انت بتتعامل مع السرطان وفي اختلاف في الجنسيات، في اختلاف في السن، فشايفة ان السرطان هيبين لك نوايا او هياخد خطوات ايجابية تجاهك. يعني ايه هياخد خطوات ايجابية؟ شايفة ان هو هيصلح امور او هيوضح امور، بس الامور اللي هو هيوضحها دي هتبقى لصالحك. شايفة في خطوات منه سريعة، وفي نفس الوقت برضو هو هيبين لك امر متعلق بالشمس، يعني هيوضح لك امور كأن انت كنت حاسس ان الشخص ده غامض او انت مش عارف ايه نواياه، لا ده هو هيوضح لك امور، والامور دي كمان فيها يعني اخبار مفرحة بالنسبة لك او هيبقى فيها سعادة ليك. برج الحمل، ممكن يكون في عندك مناسبة او في عندك حضور لمناسبة او احتفال بشيء، لكن الناس اللي عندها فعلا عمل ومستنية ترقية، في ترقية كمان للبعض يا برج الحمل، في ترقية او ممكن نقلة في العمل في نفس المكان بس نقلة الافضل. يعني ممكن ان انت هتترقى من مكان لمكان افضل. ممكن يكون العمل ده انت حاسس ان رئيسك في العمل او مديرك في العمل شخص ديكتاتوري شوية، وممكن كمان يكون الشخص دوت بيحملك اعباء في العمل، وممكن يكون بيشيلك شغل او ضغوط كتير، فبتقول لنفسك مش معنى انا، يعني مش معنى انا هو اللي على طول يحطني في دوت، او انا اللي بيحملني دوت. لكن انا عايزه اقول لك الشخص ده فعلا ديكتاتوري او شخص قوي، يعني كانه شخص ما بيهزرش، يعني كل الكلام جد بالنسبه له، بينفعل من اقل حاجه. لكن انا عايزه اقول لك في ترقيه او في نقله لمكانة أفضل عندك يا برج الحمل. برج الحمل
حاول تنسى الماضي، لان انا شايفة التور فيها البعض منكم كمان منفصل، او ممكن انت واخد قرار بالانفصال. بس انا عايزة اقولك على حاجة يا برج الحمل، بالنسبة للناس المنفصلين او ان انت اوكي التور زي ما انا ما شايفة طبعا، يعني زي انت شايف الفايف اوف كب، انت حزين على الماضي، او حزين ممكن على اللي انت اديته في العلاقة ديت. الشخص ده انت من الواضح كده ان انت قدمت له حاجات كتير قوي يا برج الحمل، لان انت طالع من العلاقة دي مشوه، تعبان نفسيا وجسمانيا وعقليا وكل شيء، وممكن كمان خسران ماديا بعد الانفصال من العلاقة دي. لكن انا شايفة البعض منكم في عنده بداية جديدة، اوكي بدأ بداية جديدة خلاص، وفي نفس الوقت البعض منكم مستني رجوع. طيب الناس اللي مستنية رجوع، انا عايزة اقول للحمل حاجة، ممكن يكون انت كنت بتتعامل مع شخص نرجسي، وفي عندك او ليك عند الشخص ده لسه حقوق، لان انا شايفة ان انت منتظر منه شيء كمان غير الرجوع. يعني ممكن يكون لسه انت مستني حق الشخص ده، خد منك حاجة، او ممكن كمان حاجة متعلقة بابناء ما بينك وما بين الشخص دوت. مش هقدر اقولك ان الشخص دوت هيلتزم بالوعد معاك وهينفذ لك اللي انت عايزه، بس في اطراف خارجية هتتدخل في الموضوع ده يا برج الحمل. في اطراف هتعيد ليك التوازن، يعني كأن الاطراف الخارجية اللي هتتدخل في العلاقة دي هيحلوا امر ليك، هيحلوا امر ليك، وكأنهم هيفرضوا او هيجبروا الشخص ده ان هو يلتزم بالشيء دوت. طيب لو انت مستني رجوع، انا عايزه اقولك يعني انا شايفه في رجوع للمنفصلين لو انت بتتعامل مع الجدي او بتتعامل مع الاسد، اوكي؟ يعني في رجوع للناس المنفصلين، يعني انا شايفه في خطوات متعلقه برجوع مع الجدي والاسد، اوكي؟ طيب لو الشخص دوت اوكي مش هيرجع، فانا شايفه في حق راجع لك، بس الحق اللي هيرجع لك ده مرتبط باطراف تانية، شايفه ان في اطراف تانية هتتدخل في الموضوع، وفي نفس الوقت في استرداد حق ليك منه يا برج الحمل. برج الحمل طبعا الناس اللي بادئه علاقه جديده، شايفه فيه شك من ناحيتك شويه يا برج الحمل، وكأن الشخص دوت لسه برضو انت عايز تعرفه اكتر، او ممكن الشخص ده انت لسه ممكن تكون بتراقبه كده بطريق غير مباشر، بس في امور واضحه لك من الشخص ده فمخلياك في طاقه حيره. انت برضو مش عارف الشخص دوت في معاه طرف تالت، ولا الشخص ده بيحبك انت، ولا الشخص ده فعلا عايزك، ولا الشخص دوت يعني مشغول بحد تاني، ولا اصلا مش شايفك. فانا شايفة ممكن يكون في علاقة هو لسه ما وضحش نوايا اتجاهك. مش هقدر اقولك ان الشخص ده هيوضح نواياه، طبعا ده اللي احنا لسه هنشوفه في طاقة تفكيره لما نفتح على الشريك او الحبيب. بس اللي انا شايفاه ان الشخص ده طالع من صدمات جامدة جدا يا برج الحمل، يعني الشخص ده طالع من صدمات، ممكن يكون علشان كده لسه لغاية دلوقتي مش قادر يتوازن، مش قادر يبين لك نواياه، بس ممكن يكون بيلفت انتباهك، لاني انا شايفة ان هو بيحاول يلفت انتباهك علشان يجذبك ليه، بس نواياه هل هيبين نواياه ده اللي لسه بقى مش عارفينه لما نفتح على طاقة الحبيب او الشريك. طيب برج الحمل نفتح كده على طاقة الحبيب او الشريك، نشوف طاقة تفكيره ايه الشخص ده اتجاهك، بيفكر فيك ازاي، او شايفك ازاي، وايه مشاعره. طيب مشاعر الشريك او الحبيب اتجاهك يا برج الحمل، طاقة تفكيره اتجاهك ايه للاسبوع الرابع من شهر ديسمبر. الاسبوع الرابع من شهر ديسمبر فعلا طالع من صدمات، وكمان التليفون الشخص ده مضغوط جدا، مضغوط ماديا، وممكن كمان يكون الشخص ده بيعول أسرة أو أهل أو أطفال، يعني ممكن يكون عليه أعباء كتير، مصاريف كتير. لكن اللي أقدر أقوله لك إن الشخص ده بيعمل لك تخاطر يا برج الحمل، التو في كب، شايفة إن الشخص ده متمسك بيك، ممكن يكون لسه مش قادر يعمل حاجة علشانك، بس شايفة فيه طاقة يعني تخاطر، فيه طاقة تفكير. الشخص ده ممكن يكون ملتزم الصمت لغاية دلوقتي، أحيانا ممكن كمان يتعامل بكبرياء وغرور شوية، تحس إن هو شخص متمكن من نفسه. عايزة أقولك إن الشخص ده فيه عنده طاقة ندم. يعني ايه؟ الشخص ده فيه عنده طاقة ندم متعلقة بأمر في الماضي عنده، الفايف اوف كب،
هو ندمان على شيء، او ممكن الشخص ده خسر حاجة في الماضي، علشان كده هو عايز لما يبدأ بداية جديدة يكون اتخلص من الرواسب القديمة اللي عنده. يعني ممكن يكون الشخص ده فيه طرف ثالث او انفصل عن طرف ثالث، فهو لسه العلاقة ممكن ما بينه وما بين الطرف الثالث لسه فيها بعض الشوائب، يعني لسه ما اتقفلتش بنسبة 100%. فهو عايز يتخلص من بعض الضغوط عنده علشان يبدأ يبين لك مشاعر، علشان كده هو ملتزم الصمت. طيب ممكن تقولوا لي طيب ما هو اوكي، يعني هو معاه احنا مرتبطين واوكي، معترف بحبه او مشاعر وكل الكلام ده، لكن هو مش هياخد خطوة الا لما يتحرر من ده يا برج الحمل. بمعنى اصح ان هو يخلص من الماضي، يقفل على الماضي خالص. لاني انا شايفه ان الشخص ده في عنده ضغوط متعلقه ممكن بطرف ثالث او وضع عنده في الماضي، وممكن كمان يكون في عنده ازمات ماديه، يعني لسه عايز يحسن وضع مادي. طبعا الكينجز اوف كاب مع التمبريانس. تمام، الشخص ده عايز ياخد خطوه سريعه اتجاهك، هو عايز يوازن العلاقه ما بينك وما بينه. يعني العلاقه ما تبقاش اون اوف، ما يبقاش فيه توتر، ما يبقاش فيه غموض في العلاقه ما بينك وما بينه. طيب هل هو فعلا هيعمل كده؟ هو فعلا هيعمل كده؟ شايفه فعلا السكس اوف ووند. طبعا الشخص دوت مستني نجاح، او فعلا مستني ان هو يعني يوصل لتحقيق هدف عنده، وهيبذل مجهود علشان ياخد خطوات اتجاهك يا برج الحمل. برج الحمل من الواضح كده ان انت ممكن تكون بتتعامل مع شخص بعيد عنك، يعني مش في نفس المحيط اللي انت عايش فيه. يعني ممكن يكون الشخص ده من بلد تانية، او ممكن يكون من محافظة تانية. لاني انا شايفه ان الشخص ده عايز ياخد قرار، وكأني يعني في بعد، في مسافة ما بينك وما بينه. ممكن يكون في تواصل ما بينك وما بينه عن طريق السوشيال ميديا، او ممكن يكون الشخص ده كل العلاقة اللي ما بينك وما بينه عن طريق السوشيال ميديا، فهو عايز بقى يوضح الامور اكتر من كده، او ممكن عايز يعرفك شيء. طيب لو الشخص دوت يعني انتوا مبتعدين في الوقت الحالي، طبعا الجادجمنت من الواضح كده ان في عتاب هيحصل. لا ده في عتاب كمان هيحصل، وفي طرف فيكو هيبين ان العلاقة دي يعني في حد كان بيتباخل بالمشاعر. يعني ممكن هو يقولك انت كنت بتتعامل معايا يعني مش مبين مشاعرك، او انت جيت في الفترة الاخيرة عملت حاجز، او انت اهملتني، او ممكن العكس. شايفة في عتاب، والعتاب يعني هتتكلموا فيه عن اهتمام او مشاعر او تجاهل. لكن السكس اوف كاب، رغم ان الشخص ده برج الحمل، يعني انا شايفه ان هو متمكن من نفسه قوي. يعني ايه؟ يعني الشخص ده ممكن كمان يكون كبير عنك قوي في السن، او في فرق في السن ما بينك وما بينه. عايزه اقول لك رغم ان الشخص ده قوي، يعني بيبين لك القوه قوي، ان هو مسيطر على مشاعره، او ان هو ازاي بيقدر يتحكم في نفسه، لكن السكس اوف كاب هو مفتقدك. هو مفتقدك. ممكن كمان يلومك ان الشخص ده مر بأزمة او مشكلة وانت ما سألتش، او ممكن انت ما اهتمتش للامر دوت. فهو عايز كمان يلومك ان هو في حاجة او في وضع هو اتحط فيه وانت تجاهلت الوضع ده، او ممكن ان انت ما وقفتش جنبه في الوضع دوت. طيب مصير العلاقة ايه يا برج الحمل؟ طبعا انا ظاهر معايا قوس، اوكي، وظاهر معايا الجدي، وظاهر معايا الحوت. طيب نشوف ايه الابراج اللي هتظهر معانا كده، ونشوف مصير العلاقه ما بينك وما بين الشخص دوت. طبعا انا شايفه ان الشخص دوت اوريدي هيحصل عتاب، او في مواجهه، او في توضيح لبعض الامور. بس في حاجه يا برج الحمل في العتاب، يعني برضو انت مش هتوصل للي انت عايزه. يعني كأن العتاب ده هتحس ان الشخص ده هو عايز يقنعك بشيء هو ده الصح. انت عايز تغير من وضع، او انت يعني ممكن تكون في بعض السلبيات عند الشخص ده، فانت عايز ان انت تعرفه سلبياته او ان هو يتغير. لا، انا شايفه ان هو هيفضل مصر على رأيه. هو شايف نفسه ان هو مش غلطان. ممكن فعلا مفتقدة، شايفه في مشاعر من الشخص دوت متمسك بيك، بس في وضع انا شايفه ان هو هيفضل مصر على رأيه. طيب الشخص دوت ايه خطواته؟ طبعا زي ما انا شايفه هو عايز يرجع يا برج الحمل. الشخص ده عايز، او بمعنى اصح بعد بعد، او بعد ما اداك ظهره، هو استنى ان انت اللي تجيله، او استنى ان انت اللي تاخد خطوات. يعني هو مشي
وكأنه متأكد بعد ما اداك ظهره ان انت هتجري عليه تاني، او ان انت هتروح له تاني، او ان انت هتخترع اي حاجة علشان العلاقة دي ترجع. لكن من الواضح كده ان ممكن عن طريق السوشيال ميديا الشخص ده بيوضح لك حاجات دلوقتي. ممكن يوضح لك ان هو تعبان، او ممكن يوضح لك ان هو في عنده ازمة، او ان هو عنده وضع وما لقاش رد فعل منك. علشان كده انا شايفة ان هو هيحملك التأثير في شيء، او هيقولك ان انت قصرت معايا في شيء. لكن فعلا الشخص ده عايز ياخد خطوات اتجاهك، عايز بداية ما بينك وما بينه. برج الحمل، الشخص ده غالبا ممكن يكون منفصل. ظهر معايا كمان الدلو، هو عايز بداية جديدة وعايز استقرار. ممكن كمان الشخص دوت يعني العلاقة دي ممكن يكون فيها شراكة. يعني انت، يعني الشخص ده معاك في العمل مثلا، او في شيء مشترك ما بينك وما بينه، وممكن حسيت بإعجاب او حسيت ان الشخص دوت فيه مشاعر منه اتجاهك، وبعد كده لقيت الشخص ده عمل ستوب او بدأ يتجاهل في حاجة متغيرة. لا، هو فعلا عايزك، او فعلا عايز ياخد خطوات اتجاهك، لكن هو عايز يطلع من الماضي، او هو فعلا عايز يتحرر من شيء متعلق بالماضي عنده. ممكن كمان يكون الامر ده ممكن يكون ازمة مادية، او ممكن يكون فيه خسائر عنده مادية في الماضي، فهو مستني يحسن وضع مادي عنده. الشخص ده شايف ان انت تحقيق هدف او امنية بالنسبة له، بس هو مش عايز يبين لك ده يا برج الحمل. يعني ايه؟ يعني هو عايز برضو، يعني شايف ان هو لو بين مشاعره قوي او بين نواياه ممكن انت تتعالى عليه، او ممكن انت يعني يجي لك وقت كده تبين له لا، يعني انا هكون حذر في مشاعري. من الواضح كده ان انت بتتعامل معاه بحذر جدا يا برج الحمل. بس الشخص ده هيوضح لك حاجة، او في توضيح منه، او امر او خطوة منه فيها فرحة ليك. لاني انا شايفه ان هو هيبذل مجهود، او في شيء هو هيقوم بيه. هتحس فعلا ان الشخص ده لسه مرتبط بيك او عايزك، وان الشخص ده ما كانش بيضحك عليك. طيب ممكن ايه الشيء؟ اول حاجه زي ما قلت لك، الشخص ده ممكن تلاقيه كل شويه عن طريق السوشيال ميديا كده بينزل حاجات، او في حاجات بيقوم بيها مخليك محتار. انت مش عارف هو حزين ولا سعيد، ولا هو منفصل، ولا هو عايزك، ولا هو عايش على حاله حزن. ملخبط، يعني هتلاقي في حاجات كده مش متوافقه مع بعض. وفي نفس الوقت برضو الشخص ده هيبقى فيه ممكن مسج، ممكن كلام، ممكن تواصل ما بينك وما بينه، هيوضح لك ان هو عايز ينتصر في شيء او يتغلب على وضع، وبعد كده هيبقى فيه خطوة منه تجاهك. بس انا عايزة اقولك على حاجة يا برج الحمل. انا شايفة كأن الشخص ده هيخيرك في حاجة. يعني ممكن لو الشخص ده لسه هو منفصل، بس يعني مش انفصال رسمي، او ان هو ما طلعش من العلاقة بشكل كامل، شايفه ان الشخص ده ممكن هيخيرك ان هو لسه في وضع، فانت المفروض ان انت تقبل بالوضع اللي هو فيه ده، وان هو هيكمل معاك، وهو ممكن معاه لسه الطرف التالت. او ان هو يعني ممكن هيشرط شرط كده، او هيبقى فيه منه كلام اللي هو هيبقى مستني منك رد، وفي نفس الوقت هيحطك في طاقة حيرة. طب انت هتقول لنفسك ايه؟ طيب هل اقبل اكمل؟ شايفه الاغلب منكم يا برج الحمل هتوافق بالعرض دوت، او هتوافق بالقرار دوت، وكأنك هتبقى عايز تسنده او تقف جنبه، لان هو فعلا الشخص ده محتاج ان انت تسنده او تقف جنبه. برج الحمل، ظهر معايا كمان الثور. الشخص دوت ممكن كمان يكون حد ملتزم بالعادات والتقاليد والاصول، وممكن كمان يكون، او الجدي كمان آه، ممكن الطرف الثالث او الازمه اللي عنده الشخص دي ممكن كمان يكون الاهل. هل ممكن ان الاهل معترضين عليك وهو مستني ان هو يقنعهم؟ لان ممكن تكون انت اللي منفصل يا برج الحمل، والشخص ده مستني يقنعهم بوضع. لان انا شايفة فيه تدخل كمان من اطراف تانية، بس هو مش عايز يتخطى العادات والتقاليد والاصول، يعني كأنه عايز يمشي بالاصول معاك، او عايز يلتزم حاجة ان هو يعني ما يجيش على حد، او ان هو ما يجرحش حد. لكن فعلا شايفة ان الشخص ده هياخد خطوات. ممكن كمان يكون الشخص ده عنده طاقة سلبية يا برج الحمل، او ممكن يكون كان قايلك ان هو في عنده طاقة سحر، او ان هو متأذي من حد او حاجة زي كده، وهو كان بيعمل استشفاء، او
في حد مسبب له اذى، لاني انا شايفه ان الشخص دوت كمان يعني في خطوات متعلقه باستشفاء هو ماشي فيها. طبعا انا شايفه ان هو عايز يقنع حد، هو عايز يستخدم الاقناع علشان يقوم بخطوات تاني اتجاهك يا برج الحمل. وفي نفس الوقت برضو الشخص ده فيه عنده شك اتجاهك، يعني ممكن يكون بيشك فيك بعض الاوقات، ان انت ممكن تكون دخلت علاقه، او ان انت في حد تاني في حياتك، ممكن تكون انت اللي بتوضح له ده، او ممكن تكون انت اللي بتبين له ده يا برج الحمل، او انت اللي بتدي له الايحاء دوت. لان انا شايفه فيه طاقه شك، في حاجات الشخص ده بيستنتجها كده من بعيد لبعيد وبيشك، وكانه عايز يواجهك ويقول لك يعني انت عرفني انت ايه البوست اللي انت منزله، او ايه الصور اللي انت منزلها. يعني ممكن كمان يكون الشخص دوت منبه عليك او قايلك ان انت ما تنزلش مثلا صور ليك على السوشيال ميديا، او ان انت ما تقومش بالحاجه دي. شايفه كمان ان الشخص ده ممكن كان بيفرض عليك وضع ان انت في اصدقاء معينه ما تكلمهاش، او في ناس معينه ما تكلمهاش، وانت رجعت تتكلم الناس دي، لان انا شايفه في وضع كده هيستفزه، فهو هيبقى عايز يواجهك كمان بالوضع ده. لا، ما ينفعش ان انت تقوم بيه. ممكن كمان يكون شخص قيادي، يعني هو عايز يبقى هو اللي ليه دور في كل حاجة حتى وهو بعيد. طيب مصير العلاقة ايه ما بينك وما بينه؟ طبعا انا شايفة هو مش عايز يعني يفتقدك او يخسرك بمعنى اصح. الشخص ده كمان ممكن يوصل لك رسالة مع حد، ظهر كمان معايا العقرب، يعني ممكن يوصل لك كلام مع حد، او ممكن يخلي حد يوصل لك كلام علشان يشوف ردك ايه. يعني ممكن يبدأ كده عن طريق حد يوصل لك رسالة أو يوصل لك معلومة علشان يستنتج رد فعلك. طبعا الشخص ده عايز استقرار معاك يا برج الحمل، الشخص ده عايز استقرار معاك، بس هو مش عايز أو مش عارف يتنازل عن وضع أو يتخطى وضع هو موجود فيه. طبعا الأبراج اللي ظهرت معانا، طبعا احنا قلنا الأبراج اوكي. طيب نشوف طاقتك كده يا برج الحمل مع كل برج. ممكن كمان الشخص ده يكون مشهور او بيشتغل في حاجه متعلقه بالشهره يعني شايفه في طاقته كده ان هو شخص ناجح وبيبذل مجهود في عمله جدا، يعني ممكن كمان عمله ده بيخليه يسافر، او متطلب منه سفر او تنقل على طول، يعني بيتنقل من مكان لمكان. طيب برج الحمل، نشوف طاقتك كده مع كل برج. طيب الحمل، مع الحمل ممكن يكون في فرحة واحتفال أو مناسبة ما بين الحمل والحمل. طيب ايه السور؟ طبعا الايت اوف ووند من الواضح كده ان السور فيه وضع هو متكتف فيه يا برج الحمل، ممكن يكون أزمة مادية أو ممكن يكون مشكلة، فممكن يكون السور لسه محتاج وقت ان هو يخرج من الأزمة ديت. طيب ايه الجوزاء؟ شايفة ان الجوزاء ممكن هيوضح لك منه حاجات كتير الفترة دي، يعني لو الجوزاء مختفي او مش مبين حاجه او غامض، لا انا شايفه في امور كتير هتوضح لك، البعض منها سلبي والبعض منها ايجابي. طيب ايه السرطان؟ ممكن يبقى في تواصل ما بينك وما بين السرطان، او اتصال او مسج، بس في كلام او هو هيوصل لك كلام. اوكي ايه الاسد؟ الاسد ممكن يقوم بخطوه فيها مكر شويه تجاهك يا برج الحمل، او ممكن الاسد عايز ياخد حقه منك في شيء، او ممكن انت اللي عايز تاخد حقك من الاسد، بس انا شايفه في حاجه فيها مكر او خديعه شويه ما بينك وما بين الاسد. طيب ايه العذراء؟ من الواضح كده ان في طاقه سلبيه ما بينك وما بين العذراء، ممكن يكون في سحر الله اعلم، او ممكن يكون في اذى علشان العلاقه دي ما تكملش مثلا ما بينك وما بين العذراء. طيب ايه الميزان؟ ممكن يكون في نهايه ما بينك وما بين الميزان، او ممكن يكون الميزان مقرر النهايه لوقت، او ممكن انت اللي مقرر النهايه ما بينك وما بين الميزان، بس انا شايفه في نهايه. العقرب، من الواضح كده ان العقرب محتار في امرك، يعني رغم العقرب يعني برج قوي جدا، بس هو بينه وبين نفسه هو بقى محتار في امرك، وكأنه عايز يبدأ بشيء بس لسه بيفكر ياخد خطوات ازاي او يعمل ايه علشان ما يتخذلش او العلاقة ما تخسروش العلاقة دي. فانا شايفة ان هو عايز يدور او يكتشف بعض الحلول.
طيب القوس ممكن يكون في امر مشكلة او مواجهة ما بينك وما بين القوس ويبقى فيها تدخل من اطراف تانية، او ممكن في اطراف هتتدخل معاك علشان تحل امر ما بينك وما بين القوس، او ممكن القوس هيقف معاك في مشكلة او امر ما بينك وما بين اطراف تانية. بس انا شايفة في وضع في ناس، وممكن يعني هيبقى في اختلاف في وجهات النظر او هيبقى في اختلاف في الاراء. طيب ايه الجدي؟ طبعا الناين اوف سوورد، الجدي بيتألم اول فترة دي يا برج الحمل، ما بينامش، في عنده ازمات كتير. فانت لو حاسس ان الجدي متجه لك بعض الشيء، فانا عايزه اقول لك ان هو فعلا في عنده حاجات كتير موتره او تعباه. ممكن كمان يكون في عنده صدمات او اتخذل في بعض الناس او ممكن خسائر. طيب الدلو، شايفه ان الدلو شايف ان انت هدف او تحقيق امنيه بالنسبه له، لكن ممكن يكون الدلو طول الوقت بيبين لك ان هو هيمشي، او بيبين لك ان هو هيبتعد عنك، او ان هو هيسيطر على مشاعره. ممكن يكون في تهديد وممكن تكون انت اللي بتعمل كده. طيب الحوت، شايفه في عتاب ما بينك وما بين الحوت، وممكن يكون بدايه بعد نهايه ما بينك وما بين الحوت يا برج الحمل. بس ممكن يحصل عتاب، ممكن يحصل لوم او مواجهه. طيب برج الحمل، طيب ناخد رساله ليك كده، رسالة لبرج الحمل الناري المحارب. برج الحمل، الرسالة اللي طالعه لك بتقول لك في عندك قوة للدفاع عن نفسك، انت شخص قوي قادر تدافع عن نفسك. كيف على أرض الواقع وآمن بقوتك الحقيقية، يعني خلي في عندك ثقة ان انت شخص قوي ومحارب، انت محارب قوي بداخلك، يعني في عندك قوة داخلية تقدر تواجه وتقدر تحارب. خلي في عندك ثقة بالنفس. طيب برج الحمل، ناخد رسالة الملائكة أو نصيحة الملائكة ليك. الملائكة بتقولك استمع إلى حدثك، شوف إحساسك بيقولك إيه طول الوقت يا برج الحمل. وممكن كمان يكون الفترة دي في عندك روحانيات عالية، علشان كده شوف أي علامة أي إشارة، يعني خد بالك كمان من أحلامك أو إحساسك، شوف أنت حاسس بإيه واستمع ليه، ما تتجاهلش يا برج الحمل. تقول لك كمان في عندك تحقيق هدف أو أمنية عام من الآن، يعني ممكن عام من الآن أو سنة من دلوقتي في عندك تحقيق هدف أو تحقيق أمنية. طيب الأوركل رومانس هتقول لك إيه؟ الأوركل رومانس، في شخص يعود لحياتك من الماضي يا برج الحمل. كمان العلاقة أو الكارت بيقول لك إن أنت في علاقة محتاج إن أنت تبذل مجهود فيها، وهو كمان محتاج ان هو يبذل مجهود الطرف الاخر علشان العلاقة دي تقوى او العلاقة دي تكتمل. فمحتاجة بذل مجهود علشان يبقى فيه ترابط او تماسك اكتر ما بينك وما بينه. طيب نصيحة الملائكة ليك ايه؟ نصيحة الملائكة، لا اسفة رسالة العقل الباطن، هو عايز يقولك انا مهووس بيك. طيب ناخد رسالة تاني، احنا خدنا نصيحة الملائكة خلاص. طيب هو عايز يقولك كمان أحاول مواجهة مخاوفي فيما يتعلق بنفسي والاتصال معاك. هو عايز يتواصل معاك بس هو خايف، في بعض المخاوف كده خاصة بيه هو، مخوفاه أو قلقاه. زي ما قلت لك فعلا لما بان لي في طاقته إن الشخص ده في وضع هو مش عارف يتخطاه، ممكن يكون ممكن يكون طرف ثالث، فهو مش عارف يطلع من الوضع ده في الوقت الحالي. علشان كده الشخص ده عايز يتواصل معاك ويبين لك الوضع اللي هو فيه في الوقت الحالي. طيب شايفك ازاي؟ هو شايفك ازاي في الوقت الحالي؟ او ايه الصفات اللي شايفك بيها يا برج الحمل؟ هو شايف ساعات ان انت ممكن بتكون عالة، يعني ممكن ساعات بترهق طاقة تفكيره. شايف كمان ان انت شخص رومانسي وشخص عاطفي، شخص غيور، وفعلا الحمل برج غيور. هو شايف ان انت بتغير عليه، وممكن بسبب غيرتك عليه دي بيحس ان انت بتضغطه بسبب الغيرة.
طيب ناخد ليك اخر رسالة معانا يا برج الحمل. برج الحمل طالع لك كمان ان انت هيبقى في عندك قوة، او بمعنى اصح ممكن يكون استشفاء صحي. يعني لو انت في عندك تعب هيبقى في عندك استشفاء صحي، او في عندك تطور صحي للافضل يا برج الحمل. برج الحمل كمان الرسالة بتقول لك في عندك بداية دورة جديدة او انتقال. يعني ممكن يكون في عندك نقلة، زي ما انا شفت ان في عندك نقلة في العمل، وممكن تكون في شيء انت بدأته جديد وعايز توصل لنمط معين او شيء معين في الشيء الجديد اللي انت بدأته. وممكن تكون علاقة جديدة عندك او بداية جديدة عندك يا برج الحمل. برج الحمل طبعا بتمنى لك السعادة والتوفيق يا رب من كل قلبي. استنوني في توقعات 24 إن شاء الله، آخر أسبوع في ديسمبر هنتكلم على توقعات 24 لكل برج. برج الحمل ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايك. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.